الفيديو ده هنتكلم فيه عن هل البروتين خطر على الصحة. ممكن تسمع من ناس ان البروتين عالي ممكن يبقى خطر على الصحة، وتسمع كلام ان هو ممكن يبقى خطر على الكلى وحاجات زي دي. بس خلينا نفكر كده، هل الكلام ده فعلا صح؟ خليني النهارده اقول لك على كل حاجة على الدايت العالي في البروتين، وهل فعلا في ضرر على جسمك ولا ده كله كلام فاضي. اول حاجة خلينا نفهم فكرة البروتين العالي. البروتين مش بس مهم لبناء العضلات، كمان مهم جدا لتعافي الجسم بعد اي تمرين بتعمله او اي رياضه. بس لما تبدا تسمع ان انت محتاج من 1.5 ل 2 جرام من كل كيلو من جسمك، ناس تبدا تقول لك ده عالي جدا، او ناس تقول لك هتاكل الكميه دي كلها ازاي؟ هو ده مش خطر عليك؟ هنا بقى هخليك ترجع لدراسه مهمه اتعملت في 2016. الدراسه دي اتعملت على رياضيين بيشيلوا حديد، وفضلوا ياكلوا تقريبا 2.5 جرام من كل كيلو من جسمهم، وفضلوا على النظام ده سنه كامله. وخلي بالك دي مش دراسه يعني معموله على الفئران ولا الحيوانات ولا اي حاجه زي كده، لا دي معموله على بني ادمين، معموله تحت اشراف علمي و100% كويسه، والنتيجه كانت واضحه جدا. ما كانش فيه اي تاثير سلبي على الكلى، ومفيش اي ضرر على صحه القلب او مستويات الدهون في الدم. معنى تاني كده، اكل البروتين العالي في ظل الظروف الصحيه الكويسه والتمرين مش خطر على الكلى خالص ولا على جسمك. بس برضه خليني اوضح لك حاجه مهمه، مش معنى ان البروتين العالي مش خطر ان كل الناس محتاجه تاكل 2.5 جرام لكل كيلو من وزنها. الموضوع بيعتمد على حالتك الصحيه وعلى اهدافك. لو انت شخص طبيعي وبتتمرن تمارين عاديه وعايز تفضل صحي بس مش فارقه معاك لا بطولات كمال اجسام ولا اي حاجه من الحاجات ديت، يبقى مش هتحتاج 2.5 جرام لكل كيلو من جسمك، ده كتير قوي عليك. خليك في 1.5 او 2 بالكتير قوي جرام لكل كيلو من جسمك. لو انت شخص بقى بتلعب رياضه كمال اجسام او عايز تبني اكبر عضلات ممكنه، بالذات لو كنت انهانسد او بتاخد منشطات، طبعا الظروف دي كلها بتتيح لك ان انت تاخد كميه بروتين اكبر، لان انت عندك فرصه تكبر عضلاتك اكبر، وده اللي عايز تعمله. ساعتها جسمك هيستفاد من كميه البروتين لما تكون في العالي شويه. وفي الجزء الثاني خالص برضه، لو عندك مشكله صحيه زي مشكله في الكلى او اي امراض معينه، محتاج تحد من كميه البروتين. طبعا بالذات لو حاجه فيها الكلى اوريدي فيها مشكله، هي البروتين ما بيعملش مشكله، بس لو الكلى اوريدي فيها مشكله طبعا هتحتاج تحد من البروتين بتاعك وما تاكلش بروتين كتير. الخلاصه هنا بقى ان اكل كميه بروتين عاليه مش خطر على صحتك خالص لو جسمك سليم طبعا وبتتمرن وبتبني عضلات والحياه حلوه. حاجه تانية عايز اوضحها لك، لما بتبدا تكبر في السن وتبدا فوق ال 40 وال 50، جسمك بيبقى عمليه البروتين ماسل سينثيسيس من البروتين بتبقى قليله، محتاج تاكل بروتين اعلى. لو صحتك لسه كويسه والكلى حلوه، زود البروتين. لو انت كبير في السن، اهم حاجه تكون عارف احتياجات جسمك وما تخافش من البروتين، لان البروتين ده مهم جدا وهو اللي بيبني كل خلايا في جسمك كلها. فخد البروتين اللي جسمك محتاجه، ما تمشيش ورا اراء الناس اللي بتقول لك البروتين ده خطر على الكلى، ما تاكلش بروتين كتير، كل خضار بس وما تاكلش البروتينات العاليه قوي. بص من الاخر، خليك في البروتين العالي وشيل حديد وكل حاجه هتبقى زي الفل. لو عجبك الفيديو ده ما تعملش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك في الفيديو الجاي. سلام.